ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه كويسه دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين. بس النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه حلوه جدا جدا، اللي هي كيكه المحلات. عارفينها اللي احنا بنشتريها من المحلات دي اللي بتبقى مغلفه، بس هنعملها بقى في البيت بطريقه حلوه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده، طريه ومحشيه من جوه وطعمها حلو جدا جدا، وكمان نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من بره. وهتعجب اولادك جدا ان شاء الله. تنفع بقى لو عايزه تحطيها في اللانش بوكس، ممكن تنفع للحفلات، اعياد الميلاد، اي مناسبه ممكن تعمليها، وحلوه جدا. وزي ما انتم شايفين الكيكه طريه ازاي. يلا بينا نبدا بقى ونشوف عملناها ازاي. معايا بقى 3 بيضات كبار كده في درجه حراره الغرفه، يعني لازم نطلعهم من التلاجة شويه. احط عليهم كيس من الفانيليا ونص كوبايه من السكر. مهم في الخطوه دي ما تطلعيش البيض من التلاجة تعمليه، لا سيبيه ياخد درجه حراره الغرفه، كده كده اصلا الجو ساقع. وهنبدا نخلط السكر مع البيض كويس، وبعدين هنزل بمعلقه كبيره من الخل. وهبدا بقى اضرب المكونات دي كويس جدا جدا لحد ما البيض لونه يفتحها شويه، او يبقى لونه زي الابيض كده. هتشوفوا دلوقتي برضو معايا. هضربه كويس جدا. ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو اهو. كل شويه كده برضو تضربيه كويس. هنيجي بقى للخطوات الجافه معانا او المكونات الجافه. هنحط كوبايه ونص من الدقيق، عليها كيس من البيكنج باودر او معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقتين ونص من الكاكاو الخام. وهقلب المكونات دي كلها مع بعض. هبدا بقى كده اجيب منخل واخلط شويه شويه من المكونات دي، انخلهم كويس واقلب، انخلهم واقلب. لسه محطناش دلوقتي ماده سايله ولا اي حاجه. هنحتاج معانا برضو نص كوبايه من اللبن. طبعا الكوبايه بتفرق معاكي في الحجم، يعني انتي مثلا عملتي كوبايات من الكبيره، المجات اللي انا كنت بعمل بيها دي، هتحتاجي كوبايه من اللبن عشان القوام ما يطلعش تقيل معاكي. هتشوفي برضو القوام معايا دلوقتي. هنا بقى بدات احط اللبن عشان اشوف برضو هبدا احط قد ايه، عشان اشوف القوام بتاعي هيبقى عامل ازاي. وهبدا اخلط او انخل كل الكميه بتاعه الدقيق والكاكاو. هنخلهم كويس وهقلب بقى. حسيت القوام تقيل ولا حاجه، هزود شويه لبن بشويه شويه عشان برضو ما يبقاش معاكي تقيل قوي او يبقى خفيف قوي. بصوا القوام ده حلو جدا جدا. هنيجي بقى دلوقتي هنشوف هنعملها ازاي. هنجيب ازازه من بتاعه الكاتشب دي كده عندنا، اللي هي من الخرم من فوق دي كده، وهنعبي فيها الخليط. وهنيجي على البوتاجاز بقى هنشوف هنعمل ايه. دي هتسهل معاكي ان هي تطلع معاكي مدوره. هجيب طاسه تكون ما بتلزقش، تيفال كويسه، وتكون سميكه برضو عشان ما تتحرقش منك، على نار هاديه جدا جدا. وهبدا انزل بالكميه زي ما انتم شايفين كده. اول ما بتحطي حته بتفرش معاكي وبتاخد شكل الدايره او شكل النايت اللي احنا عايزينه. وهغطيها بالظبط. اول ما تبدا تعمل فقاقيع معانا كده، هبدا اقلب الكيك بتاعنا اهو. بصوا استوت جدا من تحت اهي. بمجرد ما تلفي او تخلصي تقليب الكيك ده كله، هترجعي لاول واحده هتلاقيها استوت اهو. عملت لكم مره كمان اهو. هتبداوا بقى تشيلوها. بصوا خلاص استوت. بمجرد ما بتقلبوها اصلا بتلاقوها استوت على طول. بصوا حلوه ازاي وطريه وحلوه جدا من جوه اهو. خلصت الكميه كلها. هبدا بقى اهم حاجه برضو في الخطوه دي ان احنا نبقى مغطينها عشان بس ما تنشفش مننا. هبدا بقى اجيب شوكولاته خام واحط عليها معلقتين كبار من الزيت، وهبدا اسيحها على حمام بخار علشان اغلفها من بره، عشان برضو ناخد نفس الطعم ونفس الشكل بتاع الكيكه بتاعه المحلات. ولو عندك نوتيلا ولا حاجه او اي شوكولاته حشو، ممكن بقى ايه نحشي من جوه كده. هنجيب 2 ونحط شوكولاته من جوه، احطها في كيس بس عشان تسهل معايا. وهبدا اغلفها بالشوكولاته من الجوانب كده، وهطلعها على ورقه زبده علشان بس تنشف معايا. هعمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها قدامي دي. طبعا هبدا اشوف المقاس، ممكن تعملي المقاس اللي يعجبك من الكيكه دي، يعني مش لازم صغيره مش لازم كبيره، ممكن وسط. انا طلع معايا برضو على حسب الحجم اللي انت عملتيه، تبداي تظبطي الكيكه مع بعض. نبدا بقى نجيب شوكولاته كده من على الوش ونزينها. بجد طلعت طعمها حلو جدا جدا، جربوها بجد هتعجبكم جدا. بصوا شكلها حلو ازاي. بدات تنشف بقى اهي معايا، والشوكولاته بدات تمسك عليها من على الوش. ورقه الزبده بقى طبعا بتساعد ان هي تفضل ماسكه في بعضها كده، الشوكولاته ما تسحش اهو. زي ما انتم شايفين كده طلع شكلها حلو جدا جدا، ومن جوه طريه وهشه، والحشو كمان حشوه النوتيلا حلوه جدا فيها، وطعمها لذيذ جدا. تقدري بقى تغلفيها وتسيبيها للاولاد، هيحبوها جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا باي باي.